ده يا لهوي على كثفة أي حد كان فاكر إن نولان هيخيش المرة دي. لسه خارج من فيلم ذا أوديسي وما عنديش إلا جملة واحدة يا جماعة: شكرا لكريستوفر نولان. الراجل ده طول ما هو موجود السينما لسه في أمان وهنفضل نعيش تجارب عظيمة. يا جماعة فيلم ذا أوديسي فيلم ملحمي ضخم كبير، مليان تفاصيل، مليان مشاعر، مليان دراما. عيطت كتير جدا، اتعلقت بالشخصيات. رحلة لمدة 3 ساعات، مش هتحس بأي لحظة ملل. الفيلم كمان بيرجع امجاد افلام زي تروي وجلاديتر وبريف هارد، اللي هي الافلام الحربيه الدراميه واللي بيكون فيها اكشن وكوم وكوم، والاكشن كوم يا جماعه. المشاهد على المستوى الاخراجي متصممه بشكل رائع، مبهر بصريا وسمعيا، مع الموسيقى التصويريه للودويج جرونسون اللي اشتغل قبل كده مع نولان في موسيقى اوبنهايمر وفي موسيقى تانت، وجاي المره دي علشان ياخد اوسكار جديده. شكله موسيقى فعالة جدا ومؤثرة ولايقة مع الأحداث، وده أفضل أداء أنا شفته في تاريخ مات ديمون، وخاصة في الربع الأخير. يا جماعة الراجل من أروع ما يمكن في الدور ده. حتى الآن ده أنضج دور عمله توم هولاند وآن هاثوي اللي تستحق ترشيح للأوسكار، وبرضه دورها من أروع ما يمكن. أكتر دور عرف يستفزني وأتمنى أشوف له ترشيح في الأوسكار هو روبرت باتنسون. والفيلم أصلا ملغم بالممثلين، وفي منهم اللي طلع لمدة ثواني، ولكن هم كلهم رائعين وكلهم متوظفين صح. المونتاج، جودة التصوير، كل الحاجات دي يا جماعة في الفيلم متعوب عليها بشكل أكتر من رائع. خلي الفيلم ده لازم يا جماعة ما يتفوتش في السينما. وأعتقد واضح من كلامي إن ده أفضل فيلم نزل في 2026. هل معنى كده إن الفيلم ما فيهوش عيوب؟ لا، فيه. حسيت إن النص التاني في بعض الحاجات اللي مطلنا فيها شوية. طلع أي حاجة وخلاص وأقول عليها مشاكل في الفيلم، لأن أنا خارج مبسوط انبساط مش طبيعي، وبكل تأكيد من الأفلام اللي هتفرج عليها كتير مستقبلا. وتقييمي لفيلم ذا اوديسي، فيلم كريستوفر نولان الجديد، هو 9/10.